لو انت لسه مخلص ثانوية عامة السنة دي، اولا الف مبروك وان شاء الله تكون النتيجة طلعت زي ما كنت حاببها. وثانيا خليك معايا عشان الفيديو ده هيساعدك لو انت محتار في اختيار المجال المناسب ليك واللي هتبني بيه مستقبلك. قبل ما نبدأ صلي على النبي ويلا بينا نبدأ. قبل ما ادخل في الموضوع احب اوجه رسالة سريعة لكل الطلبة والاهالي خصوصا، انه الاهم من ايه التخصص اللي هتدخله هو انك تكون مهتم بيه ومرتاح فيه. ولو شايف نفسك هتكون ناجح في تخصص معين ما تترددش انك تدخله، وتحاول تقنع اهلك بيه بشدة، لان ناس كتير بعد ما تدخل المجال بتكتشف انه مش مناسب ليها وتحول بعد ما يكون راح عليهم سنة او اكتر. وناس كتير بتتخرج من كليات القمة كما يقال عليها بس ما بتلاقيش نفسها لما تتخرج وتفشل في المجال، او يقرروا انهم يسيبوه ويرجعوا يشوفوا المجال المناسب ليهم من الأول. أول تخصص معانا الطب البشري، وهو طبعا تخصص ممتاز لو أنت جايب مجموع. لازم تعرف إن تخصص الطب البشري مش سهل في دراسته، وإنه بيستهلك وقت وجهد كبير عشان تعرف تكون مميز فيه. ورحلتك التعليمية مبتخلصش بعد سنين الجامعة، لكنها لسه هتبدأ. ولكن مع ذلك أعرف ناس شخصيا قدرت إنها تدرس الطب وتلاقي وقت تنزل تتمرن، وكمان يكتسبوا مهارات يقدروا يحققوا بيها الدخل أثناء الدراسة. ومن الميزات في الطب إنه مجال مطلوب في مصر وبره مصر، ومن أكتر المجالات اللي بتتيح السفر. لو كنت علم رياضة وكنت من الناس اللي بتحب التكنولوجيا والكمبيوتر وعندك مهارة حل المشكلات، من أهم الكليات الموجودة دلوقتي كلية حاسبات ومعلومات. ودلوقتي بقى في كذا طريقة تدخل بيها الكلية دي من علم علوم كمان. والكلية دي بتتميز إن مجالات العمل فيها كتيرة جدا بعد التخرج. ولو أنت شخص متميز ممكن تقدر تشتغل في شركة محترمة براتب عالي، أو تشتغل أونلاين وتقبض بالعملة الصعبة. وبما إن الذكاء الاصطناعي بقى حاجة لابد من تعلمها الفترة دي، فحاليا بقى في كليات مخصوصة للذكاء الاصطناعي، وفي أقسام من كليات حاسبات مخصصة للذكاء الاصطناعي، واللي ممكن نعتبره أكتر مجال هيكون مطلوب مستقبلا. لكن لازم تعرف إن كلية حاسبات هي كلية مش سهلة، مع إن الدراسة فيها 4 سنين، ولكن ده يعتبر أول المشوار، وهتحتاج تطور من نفسك من خلال كورسات أو بالتعليم الذاتي خلال الدراسة أو بعد التخرج عشان تكون متميز ومعك بورتفوليو محترم تقدر تنافس بيه في سوق العمل. قبل ما ندخل في المجال اللي بعده، لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك وسبسكرايب وشير الفيديو مع اصحابك، ومتنساش تكتب لنا في الكومنتات ايه الكلية اللي نفسك تدخلها. كلية الهندسة والمعروف عنها انها كلية القمة في علم الرياضة، تعتبر من اهم الكليات وتمتاز بتعدد المجالات والتخصصات، وتعتبر من الكليات المطلوبة في السفر بشرط انك تختار من التخصصات المطلوبة وتتميز فيها، زي تخصص الطاقة المتجددة والبديلة المطلوب بشدة دلوقتي. وكلنا عارفين انها كلية صعبة ومحتاجة مجهود كبير عشان تتميز فيها. فلو كنت ناوي على كلية الهندسة، لما يجي وقت اختيار التخصص فكر كويس وركز في أهدافك وسوق العمل ماشي ازاي وقتها عشان تقدر تكون في مجال مطلوب بعد التخرج. كلية الألسن أو اللغات والترجمة من الكليات المميزة، لأن اللغات اللي هتتخصص فيها خصوصا لو كانت لغات نادرة وعليها طلب سهل تلاقي شغل بسبب كثرة المجالات المتاحة فيها، من أول الشغل في الترجمة للسياحة وحتى الشغل في السفارات. بتتيح ليك شغل كتير أونلاين كفريلانسر أو مع شركات بره بلغات زي الصينية والروسية والأسبانية اللي مطلوبين جدا في الفترة دي. كلية العلوم من الكليات اللي مستقبلها حلو وتخصصاتها كتير، ومهما كانت ميولك هتلاقي نفسك في تخصص معين. وبسبب وجود الكثير من التخصصات والدبلومات المتاحة، بعد ما تخلص تقدر تلاقي شغل في المجال اللي بتحبه. ولما تختار التخصص لازم تعرف ايه التخصصات المطلوبة في سوق العمل وتركز عليهم، وإن شاء الله تقدر تلاقي الشغل اللي يناسبك بسهولة. دول بالنسبة لي كانوا أقوى الكليات والتخصصات في الفترة الحالية والمناسبة لسوق العمل. طبعا أحب أقول في الآخر إن كل الكليات حلوة طول ما أنت متميز فيها، فالمميز دايما هيعرف يستفيد من مجاله وينميه ويطلع بأكبر فايدة. وافتكر إن لغة العصر دلوقتي هي التكنولوجيا، والثانوية العامة مش آخر الدنيا. ومهما كان مجالك تقدر تنجح فيه أو تحقق نجاح بعيد عن مجالك ويكون هو ده مشروع المستقبل. بتمنى التوفيق للكل، وشكرا لو اتفرجت على الفيديو كله. أتمنى إنك تدعمني بلايك وسبسكرايب وشير الفيديو مع أصحابك، واكتب لنا في التعليقات الكلية اللي نفسك تدخلها. كان معاكم مستق، وسلام.